بدبس التمر. حلوياتي صار سنين، حلوياتي، عصائري، شاي، شربتي الخاص خاصة، والضيوف اللي يطبوا لي داخل البيت، الخطار. ما أقول لهم ولا أبد، لكن هم مرات من أقدم الشاي لهم أو شغلة أو يعني ما أخلي قدامهم الدبس. أكو بعضهم هم يطلبون وأنا كيف من يقول لي أريد دبس، إذا عندك عسل أكيف. لكن دبس التمر عنصر أساسي عندي هو والعسل الطبيعي، ولازم دبسي يكون طبيعي 100%، ما مضاف إليه لا شيرة ولا شكر ولا هاي السوالف. إضافة للعسل، لأن أنا أستخدم بتوازن، يعني يبقى عندي كلش هواية اللي هي والخطاري يعني اللي يجي. فدبس التمر فشي روعة. ليش دبس التمر طيب؟ شنو السر؟ نستخدمه حتى بالصلصات. يعني أنا هسه أحب الصاص أكثر من الكجب، لان استخدم بيه الدبس. الدجاج مالتي، اللحوم كلها استخدم لها خاشوقة خاشوقتين من اتبل واسوي دبس تمر اصلي. الزلاطات اخلي عسل. فانتوا مثل ما تشوفون الحلويات الخلطة مالتها الحشوة كلها بدبس التمر. ما استخدم حليب مكثف لان مو صحي. اولا لان الحليب يعتبر وبعيدا عن انه لاكتوز وهالسوالف وما اعرف شنو، لكن شكر، كله شكر، عبارة عن شكر 100%. ليش الدبس طيب؟ نرجع ونقول لان الدبس مدخن، الدبس مدخن ومبخر ومكثف، يعني بيه كل الصفات الحلوة. مدخن لكن مو لدرجة انه احنا مثل ما نعرف المدخن يعني بريحة حرق، لا، مدخنيه يعني خليه يبقى على نار هادئة لحد ما تكثف وتبخر. فاللجعة مالته كلش طيبة، يعني من يصير بالأكل وبالمشاوي وغيره. هاي مثل ما تشوفون هاي الكنافة أموت عليها، أعشقها طبعا من أنا صغير، فما أشبع منها. ايش قد ما أسويها بالبيت سهلة جدا. تصير بالكنافة ذيك اللي المجمدة، يعني اللي تجي مجمدة وتصير بالشعرية الباكستانية. وفد يوم سويتها بالشعرية العادية، لكن شوية يراد لها خلق، يعني حتى الشعرية العادية الناعمة تصير ماكو شي ما سويته اني. فهذا بدبس التمر ما استخدمت له حليب مكثف ولا شيري اللي يستخدموه بالسوق هم ويسووها. فاكو محلات راقية جدا تستخدم الشيرة الطبيعية. شنو الشيرة الطبيعية؟ الشيرة الطبيعية تكون من العسل، عسل قصب السكر مثلا، يسموه العسل الأسود يسموه المصريين. واكو يستخدم العسل، يعني مو عسل درجة أولى، لكن عسل هم زين أحسن من الشيرة اللي نسويها إحنا من الشكر والليمون دوزي. وقلت لكم أني قمت أسويها بدون ليمون دوزي وتصير عندي الشيرة الخفيفة. فهاي شوفوها وحتشوفون بعدها بالفيديوهات الجاية. هي وياها يعني نفس الفيديو. البلانجو شلون استخدمت الدبس، شلون بالقهوة مالتي والشاي استخدم الدبس، شلون بالليل من اسوي لي القعده مالتي بعد العشاء، اني اتعشى اخذ قطعتين فاكهه على مود تهضم، يعني بعيدا انه قبل الاكل هي اكو ياخذوها كالياف، انا اخذها بعد الاكل همينه قطعتين 2 3. بعدين ابلش اجيب لي موالح لان اكلي ابدا مو مالح. اضرار الملح قليله، اضرار الدهن قليله بالنسبه للسكر. يعني الشكر هو أكثر أضرارا على الجسم البشري، يجي بعده الدهن، آخر شيء الملح. وإذا الدهن طبيعي لا يصير بالأخير، ويجي الملح ثاني مرتبة. يعني إذا الدهن طبيعي بقري غنم ويعني أشياء طبيعية زي الزيتون
زيوت يعني طبيعية، زيت سمسم وغيره وغيره، فهذا لا، يجي بالمرتبة أضراره بالمرتبة الثالثة، يعني يجي الملح بعد الشكر، لكن أكثر أضرارا هو الشكر، السكر يعني. وبعدين قلت لكم يجي الدهن، بعدين الملح، لكن حسب الدهن شنو نستخدمه، الدهون شنو نستخدمها. هاي بالليل اسوي لي هسه هذا عصير طرشانه طبختها ذاك اليوم، هذا عصيرها بدبسل، حليتها يعني ما خليته هواي بوقتها، حليتها بالدبس بدبسل تمر، اسوي لي خلي بيها ثلج وبعلبه واسوي لي شويه مكسرات وياها مالحه، لان اني اكلي مو مالح، وهاي مو كل الكميه يعني اكلها مرات من اخلي قدامي. هذه الباقله سويتها لكم تخبل، نجحت بوقتها. الحب الاسود حتى طيب، اكو ناس مدت تشتري ما ادري ليش، هو فوائده كلش عظيمه، اضافه لحب الشمس، وحب الفستق العبيد المحمص يجي هو وقشره. والذره بعدني ما لاقي حل الها شلون اسويها، لان ماكو خشنه بالسوق، ولازم اكو شلون يسويها ما اعرف. هذا البلنجو شوفوا شلون بدبسل تمر، روعه، ويخبل الطعم، يعطي طعم يعني. حتى التمر هند اني من اسوي اخلي، فد يوم سالوني قالوا لي ليش التمر هند مالتك طيب؟ قلت لهم مو انا اخلي وياه دبس. قالوا لي ليش النومي، والله العظيم ترى ما دا اكذب، قالوا لي ليش النومي بصره مالتك طيبه؟ قلت لهم مو انا احلي بدبس التمر، حتى النومي بصره احليها بدبس التمر ويضيع ولا يبين. وهذا البلنجو روعه، صار يخبل. كان عندي هنا خطار بوقتها جوي، ما اكل يعني، يا بتاكلون لقمه اسوي لكم شيء، لا اصدقاء يعني. قدمت لهم البلنجو وصبيت لهم مرتين هالقد ما شافوا طيب. سويته هو قاعدين يعني، البلنجو سويته لهم هم قاعدين، هو سريع جدا. حتشوفون الشاي او القهوه شلون اشربها اني، همينه بدبس التمر، كلش احبها. القهوه مرات ما احليها، بس من اريد احليها شويه، هيك شويه يعني، يعني شيء بسيط احليها بالدبس. ذول اللي يقولون يتغير طعمه الشاي وما اعرف شنو، لا بالعكس، عادي. شاي مر ياكلون وياه، او القهوه المره يخلون وياها تمر يقدمون، شيء طبيعي، هذا عربي قديم اصيل.